اسرع وصفه طبعا تعمليها سندوتشات مدارس ماشي، غدا ماشي، عشاء ماشي، فطار ماشي، في دقيقه واحده بس هتكوني مخلصاها من غير ولا عجن بقى ولا دقيق ولا وجع قلب. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه اقول لكم الوصفه ديت حلوه جدا جدا وسريعه التحضير بقى، ومن غير ولا فراخ ولا لحمه بقى ولا اي حاجه خالص. اول حاجه معايا طبعا لفه جلاش، ولفه الجلاش اللي كانت معايا ديت كانت يعني تقريبا كده محطوطه في الفريزر بقالها سنه، وكانت يعني مكسره خالص، بس برضو ايه عملتها. المهم معايا بقى طبق فيه معلقتين كبار من السمنه، عليهم معلقتين كبار من الزيت. ببدا بقى بالفرشه كده، باخد طبقتين من الجلاش وبالفرشه اوزعها كويس قوي كده. معايا بطاطس محمره، احط بقى كميه بطاطس كده حلوه في الساندوتش دوت. شويه فلفل الوان او فلفل رومي اللي طبعا عندك خيار مخلل حطي، عندك زيتون حطي، جبنه موتزاريلا حطي برضو بيديله طعم حلو قوي. يعني الساندوتش ده بيلم اي حاجه بصراحه، يعني بواقي التلاجة زي ما بيقولوا يعني. بطبق بقى الساندوتش بالشكل دوت من الجوانب لجوه، وببدا بقى الفه كويس قوي قوي. بس بقى يعني لفه الجلاش كانت متهالجه جدا ومقطوعه وحالتها يعني ما يعلم بها الا ربنا، بس عملتها برضو اهو. بلف بقى بالشكل دوت اهو. وصينيه معايا ادهنها كده مسحه من الزيت على السمنه اللي انا عاملاها دوت. وهبدا بقى ايه على طول ارص الساندوتش بتاعي. مفيش اسهل من كده، اسهل ساندوتش. عايزه اقول لك ممكن تحطي في قلب الساندوتش طبعا كاتشب، ممكن تحطي توميه، اي صوص بتحبيه حطيه. يبقى عامل زي سندوتشات البطاطس السوري بالظبط. جبت طبقتين تاني منهم جلاش، وببدا بقى اديها مسحه من السمنه على الزيت. حطيت بطاطس، حطيت فلفل رومي، زيتون مخلل طبعا مخلي كده، وكمان جبنه موتزاريلا. ابدا بقى الف بقى بالشكل ده على طول اهوت، واديله من فوق كده من على الوش مسحه من السمنه على الزيت. او ممكن تديله مسحه من الكاتشب، او معلقه من الصلصه كده تبقى جنبك تديها مسحه من فوق كده على الساندوتش بالفرشه على طول. بص هعمل بقى الكميه كلها وفي الصينيه بتاعتي على طول كده. ما بياخدش وقت خالص يا جماعه، الساندوتش دوت سريع التحضير، مفيهوش تعب خالص ولا مجهود. انا عملت تقريبا 5 يعني على العدد بالظبط. حطي بقى اي حشوه انت حابه تحطيها، لو عندك فراخ طبعا حطي، عندك لحمه مفرومه حطي، عايز تعمليها ماكس جبن حطي، اي حشوه انت عايزاها حطيها. المهم بقى خلاص بعد ما بتعملي السندوتشات بتديها مسحه من السمنه على الزيت. حطي بقى شويه جبنه موتزاريلا، عندك زيتون من على الوش مخلي كده حطي شويه فلفل الوان من على الوش برده حطي. وعلى طول بقى ايه، هتدخلي الفرن بتاعك يكون سخن جدا درجه الحراره 180. بتدخلها على طول على الشبكة، بياخد لون كده ذهبي من تحت. تبدأ ايد الشواية على طول على الهادي خالص، ياخد لون كمان من فوق، وكده السندوتش بتاعك ما بيكملش تقريبا 10 دقايق. بص تلاقيه استوى معاكي. بصوا بقى الجمال ما اقولكوش، حلو جدا ومش هيبقى لازق معاكي في الصينيه ولا اي حاجه، لان احنا دهنين الصينيه طبعا زي ما بقول لكم سمنه على زيت مسحه خفيفه خالص كده. بصوا بيطلع معاكي بمنتهى السهوله اهو. سندوتش يعني عالمي وسريع. اعملي بقى العشاء، اعملي سندوتشات للمدارس، اعملي طبعا للغدا. والله انا كنت عاملاه للغدا واتغدينا بيه عشان ما اضحكش عليكم. فطبعا السندوتش حلو جدا جدا. بس هقول لكم بقى سخن جدا في الوقت دوت. بصوا بقى الجمال، بصوا الحشوه بقى من جوه. الحشوه دي طبعا بتاعتك انت، انا عامله لك حشوه اقتصاديه جدا جدا. تمام. حطي بقى كاتشب كده من على الوش بقى، وكلي احلى سندوتش في الدنيا. عايزه اقول لكم يعني بحطوا بقى كاتشب بقى وكلوا احلى سندوتش طبعا. الجلاش هم طبقتين بس جلاش اللي بتدهنيهم بالسمنه او الزيت. تمام، طبقتين مش اكتر من كده عشان يستوي معاكي في الفرن ويطلع حلو ومورق. وبصوا بقى الجمال ما اقولكوش، اسرع سندوتش ما تعبناش في اي حاجه خالص. لفه الجلاش طبعا بتشتريها جاهزه، ويا دوبك هتحمري شويه البطاطس. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم يا سيدي.